ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وعافيه. هعمل معاكم النهارده عجوه تحفه. طبعا كلنا بنخرج من رمضان عندنا البلح الطري، البلح الناشف، مفيش بيت ما فيهوش وبلح. وطبعا ده بيفيد من بعد الشهر الكريم رمضان. انا فصصت البلح وغسلته شطفته شطفه واحده حلوه كده. هعمل ايه؟ انا هعمل احلى عجوه احشي بيها المنين، الكعب الغزال، الكحك. عجوه هتعجبكم جدا، ريحه وطعم، ووصفه هايله هتعجبكم لان فعلا انا مجربه. انا ما عندي كميه من البلح، عينة النقع والراس اللي بتبقى فوق دي في البلح، وغسلته وشطفته كويس. محضره حله بخار، حله البخار على النار. احط البلح اهي، دي المصفى بتاعت الحله. احط البلح فيها كده، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بسم الله. هحطه بتاع نص ساعة على البخار، مش في مية بسلق. وبعد ما يجي من على البخار ولا يطرى هنشوف مع بعض هنعمل ايه. اهو يا جماعة العجوة عملتها على البخار، شايفين بالشوكة اهي. انا هعمل ايه؟ هحضر الكبة واضرب الكلام ده وهي سخنة كده برضه، يعني اسيبها تدفى شوية، مش وهي باردة. هضربها واوريها لكم ونشوف هنكملها ازاي. هنا انا فرمت العجوة اهو في الكبة. هعمل ايه؟ هحط عليها اهو، احط عليها سمنه وسمسم واحطها على نار هاديه. افضل اقلب فيها اقلب فيها عشان البخار والميه تطلع منها اهو. لازم احطها على النار. احط لها سمسم وسمنه بلدي، عايزه تحطي زبده حطي، عايزه تحطي زيت حطي، الطعم اللي انت عايزاه. عجوه ممتازه ونظيفه. ما اعرفش انا العجوه اللي بتتجاب من بره ترابه، يعني بيبقى فيها برضو مشاكل، ما بحبهاش. انا بحب عجوه البيت اهو. والبلح عندنا كتير بسم الله ما شاء الله من رمضان اهو. هرفعها على النار واقلبها على الهادي، ماشيه جايه اقلبها ماشيه جايه اقلبها على نار هاديه جدا، يعني تاخد الوقت اللي تاخده وارجع لكم. سمنه بلدي اهو، ودي سمسم. احط كمان معلقه سمنه بتديها ريحه ونكهه حلوه، واحطها على نار هاديه واقلب علشان اي بخار او اي ميه تطلع منها تستوي اكتر. بقى دي انا عايزاها ناشفه عشان اقدر اكورها واحشي بيها المنين، كعب الغزال، الفطائر اللي بنعملها بالعجوه اهو. احط كمان سمنه اهو. هرفع على النار وارجع له اهو. يا جماعه العجوه شايفين اللون؟ شايفين اهو، على نار هاديه في طاسه ما تكونش بتلزق، على هادي جدا، ولازم تقلبيها. عجوه في منتهى الجمال، بيتي انت اللي عاملاها وغسلاها وضمناها تاكليها لكل ضيوفك لولادك اهو. هاكورها بقى واعملها مثلا، افردها، هحشي بيها، هعمل رول بالسمسم، اي عجائن. وبحطها في التلاجة في الفريزر. اي بلح عندك تفصصيه اللي هو متبقي من رمضان وتعمليه بنفس الطريقه. طبعا انا مش قادره امسكها لان سخنه، سخنه جدا. هي تهدى شويه واوريكم انا بجهزها ازاي للحشوات اهو. يا جماعه هي هديت شويه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، في منتهى الجمال. يا حبايبي عندك بلح قومي اعملي عجوه، شيليها جهزيها في الفريزر. تعملي الحشوه قد الزيتونه او قد الليمونه الصغيره، طريه. ما تشتريهاش من بره بالشكل ده ولا بالريحه دي، معموله بالسمنه البلدي. ممكن تحطي سنه قرفه لو حابه. ما عندكيش حله بخار، حابه اقول لك حله فيها ميه ومصفى،
وغطا. وتعمل ايه بقى؟ ما بسلقش البلح، في ناس بتسلقه طبعا عشان كل الحلاوه اللي فيه بتنزل في سليق الميه وبتترمي. لا انا بخرته. وهي يا جماعه ال 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 العجوه بتلمع اهي. يا جماعه اهو في منتهى الجمال. والطعم بقى، الطعم لما بتحشيها مع الفطائر مع المعجنات اللي بتحبي تعمليها للولاد كلام تاني خالص. اهو انا بجهز الحشوه عشان اعمل امينين. بيبقى ريحته وطعمه تحفه. بس انا مش بحب القرفه احطها. انا بحب سمسم وسمنه بلدي. ممكن تحطي ريحه كحك شويه صغيره، بيدوا ريحه حلوه وطعم حلو. انا حبيت اوصل لك الفكره، اعملي الطريقه دي حلوه مفيش زيها، طريقه تحفه اهو. كمان هي سخنه انا مش قادره امسكها، لو جمدت شويه بتتلف احسن من كده بكتير. اهو يا جماعه اخلص بقى العجينه بتاعتي اللي انا هعمل بيها كان ممكن تحشيها كحك. العجوه دي تبقى جميله في الكحك. كحك بالعجوه بره غالي جدا، وبالعجميه وبالملبن، بس انا بحبها في الفطائر اكتر. اهو يا جماعه هكمل انا بقى وارجع لكم. اهو يا جماعه العجوه زي الفل. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. دمتم بخير وان شاء الله الاقيكم في فيديو جديد. من فضلكم جربوا العجوه بالطريقه دي، تحفه مش هتندموا.